ايه رأيكم في شكل الليمون بتاعنا المعصفر ده؟ شايفين شكله؟ يلا كملوا معايا الفيديو ونشوف عملناه ازاي مع بعض. بصوا، اول حاجة هنبدأ بيها تكوني غاسلة الليمون بتاعك كويس قوي، الكمية اللي تريحك طبعا. بصي انا بقطعه هو وناشف قبل ما اسلقه، بفتحه كده عند النص وتروحي واقفة، تبقى معاكي بالشكل ده. معاكم واحدة كمان اهي عند النص وتروحي واقفة. بصي مش من هنا، من هنا، شايفة دي؟ لا، اللي من هنا هي دي اللي بتتفتح. بتقطعي الليمون بتاعك، بتكوني حاطه ميه على النار تغلي. خلاص كده يبقى انا معايا حله على النار فيها الميه اللي هنغلي فيها الليمون، وانتوا بتقطعيه اوعي بس تنزلي للاخر الليمونه. بصوا بالشكل ده عند النص كده وقفي. بصوا من عقبال ما احنا فتحنا الليمون بتاعنا كانت الميه غليت. يلا نسقطه في الحله. سقطي الليمون بتاعي. بصوا اول ما بينزل الميه احنا كده حطيناه في الميه السخنه، هي لسه ما غليتش. اول ما يغلي ب10 دقايق بالظبط انت بتدفع عليه النار، بس اوعي تسيبيه في الميه اللي بتغلي، بتشيليه عشان ما يتريش منك. وهو اول ما اشيله انا هوريهولك. من عقبال بقى ما يغلي ونطلعه تعالوا نكمل بقيه المقادير بتاعتنا. كل اللي احنا محتاجينه في الليمون: جزر مبشور، فلفل منضفاه ومفتحاه، فلفل احمر هضربه في الخلاط، حبة البركة، عصفر، ملح. هضرب الفلفل واغسل الحاجات دي ونرجع لبعض تاني. بصوا هو كده غلي. بعديها ب10 دقايق انا طفيت عليه. هتطلعيه بقى على طول، ما تسيبوش في المية اللي بتغلي دي. حاولي تحطيه في حاجة واسعة عشان يبرد معاكي، ونبتدي بقى نخلله مع بعض. شكل الفلفل بتاعنا اللي احنا ضربناه، هننزل بقى بشوية جزر، ننزل بكمية حلوة من العصفر. يبقى كده حطينا الفلفل والجزر والعصفر. ننزل برضو بمعلقتين حبة البركة. انا مش بحب حبة البركة كتير لاني بتسمر الليمونة، انا بحب الليمونة بتاعتي فاتحة. وهنزل بحوالي نص كيس من الملح. تقلبي بقى الخليط ده كويس قوي كده. احنا قلبنا الخلطة كويس. يلا بقى نحشي الليمونة بتاعتنا. بتجيبي الليمونية كده، تقفلي الليمونة كده، بس حاولي يبرد منك، ما تعملوش هو سخن عشان الليمون ما يتهريش. تعملي الكمية دي كلها وهوريكي انا هرصه ازاي في البرطمان. وهو ده شكله بعد ما احنا حشينا الكمية كلها. لو انت حابة تحطيه في برطمان كبير اللي يريحك، بس انا بحب اعمله في برطمانات صغننة كده، بيبقى جميل بصراحة. وبتحطيه على الرخامة الاول لاخر واحدة، ما بيجرالوش اي حاجة، ولا بيريم ولا في اي حاجة. وهقول لك كمان ملحوظة: لما تيجي تخللي الليمون حاولي تجيبي الليمون على قد البرطمان، يعني ما تخليهوش عايم في الميه. وهقول لك ليه انا وبحشي دلوقتي. بصي انا دلوقتي برص الليمون بتاعي. لما بتزنقي الليمون والليمون بترصيه بالطريقه دي، بتطلعي الليمونه مزبده، ما بتبقاش عايمه في الميه. شايفه الليمونه؟ انا بحب ارصه بالشكل ده.
حاولي تعمليه كده، ما تخلوش عايم في الميه وما يبقاش ناقص. تجيبي ليمونك على قد البرطمان بتاعك، تحطي له رشه كده صغيره من الجزر، حابه تحطي له فلفل ماشي، مش حابه اللي يريحك برضه، بس احنا بنحب الفلفل. انا هحط له كام قرن بس فلفل كده. وبتعيدي برضو الخطوات تاني. بصي البنوته بقى اللي طلبت مني الليمون المعصفر، انا اتاخرت عليكي لان هو ما كانش في اوان الليمون. الليمون بيتخلل لا في نص 9 لا في اول 10. ماشي، ويا رب تكون طريقتي هتعجبك. برطمان الليمون حاولي تملي البرطمان لحد الاخر، ما تخلوش ناقص عشان ما يكونش عايم في الميه، وتطلعي الليمونه تلاقيها مزبده كده، ما تلاقوهوش عايم في الميه. خلاص هملى البرطمانات وهوريكم برضو محلول الملح اللي احنا هنعمله ازاي. معايا حوالي لتر ونص من الميه، انا غلياها وسايباها تبرد. ومعايا بقيه الخليط اللي انا عملت بيه الليمون، تنزلي بيه في الميه. معايا كوبايه من الميه اللي انا كنت غاليه فيها الليمون، انا بحط كوبايه واحده. لكل لتر من الميه ليه 4 معالق حراميه من الملح. كده انا حطيت 6 لاني انا عامله لتر ونص من الميه. هتدوبي بقى الميه، دوبي الملح كويس. بصي شايفين شكل الليمون؟ بامانه شكله تحفه وطعمه كمان خطير. بس املي البرطمانات زي ما انا بقولك، حاولي تجيبي البرطمان على قد الليمون بتاعك، ما تخلوش ناقص. بحب احط له معلقتين زيت على الوش البرطمان، متحطيش اكتر من معلقتين. بصي هاتي الكيس بتاع التلاجة كده، اقفليه بس كويس عشان ما يخشلوش اي هواء. وهي دي طريقتي في الليمون، بأمانة طريقة جميلة، يا رب تجربيها وتعجبك ان شاء الله.